يا صباح الفل عليكم. النهاردة هنخلل مع بعض السردين البلدي في البيت بكل سهولة. في خلال 5 أيام بس هتاكلي منه، هيكون مستوي معاكي وزي الزبدة بطعم وريحة جنين. بجد هتاكلي شوية سردين لا فيه في جمالهم ولا في حلاوتهم، أطعم وأنضف وأوفر من اللي بنشتريه من الشارع ب100 مرة. طريقة تحضيره سهلة وبسيطة جدا، مش هياخد في ايدك غير 5 دقايق بس وهتكوني محضراه. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد وانت في مكانك، وتشجعي الفيديو وترفعيه يا قمر بلايك حلو من ايديكي. ومعايا هنا نص كيلو من السردين البلدي، طبعا بتجيب من السمك بتاعنا من سماك يكون كده حاجته نظيفة وكويسة ومضمونة. السردينة البلدي بيكون لونها فضي فاتح بالشكل ده، وبتكون السمكية بتلمع قدام عينيكي. لون عين السمكية كده بيكون محمر ومفتحة كده وطازة وفريش. تضغطي كده على السمكية تلاقيها ناشفة تحت ايديكي. السمكية البلدي الموزة هي دي بتاعة التخليل. طبعا كل التريكات اللي انا بقولك عليها دي بتفرق جدا في تمليح السمك. هتجيبي حاجة نظيفة وكويسة هتديكي نتيجة هايلة. انا ما بجيبش مية خالص ناحية السمك، بجيب السمك من عند السماك وافضيه في طبق كده او في صينيه، وامسك السمك كده واحده واحده بالمناديل زي ما انت شايفه كده، انشفها وامسحها كويس جدا واسيبها كده. افردها بعد كده، بفردها على صينيه كبيره او على طبق كبير، وافرد السمك كده جنب بعضه مش فوق بعضه، واسيبه كده تحت الهواء حوالي ساعه ساعتين ينشف براحته خالص. وبعد كده بجهز معايا 3 معالق كبار من الملح الناعم او الملح الخشن اللي موجود عندك اشتغلي بيه. بس يفضل لو كميه كبيره تملحيها بملح خشن، لو كميه صغيره نص كيلو او كيلو زي كده فمش هتاخد وقت كتير في التخليل، بتاخد بالظبط 5 ايام وبيكون جاهز معاكي. فجهزت معايا كده ببوله 3 معالق ملح كبار، عليهم معلقه كبيره بابريكا، عليهم معلقه كبيره من الشطه. انا ما بضيفش كركم ولا بضيف اي حاجه تاني، بقلب كده الملح مع الشطه مع البابريكا كويس جدا. حضرت بعد كده معايا العلبه البلاستيك اللي انا هخلل فيها او برطمان ازاز اللي متوفر عندك. فتحت كيس بلاستيك في العلبه بالشكل ده، وابدا امسك معايا السمك واحده واحده، بغطيها كده وبغلفها كويس جدا بالملح والشطه بالشكل ده. وطبعا بفتح كده الخياشيم فتحه صغيره كده واحط في قلبها شويه من الملح والشطه. برص كده الطبقه الاولانيه، والطبقه التانية بحطها عكس الكيس. يعني لو الطبقه الاولانيه الراس بتاعتها الناحيه دي، يبقى الطبقه التانية الراس بتاعتها العكس الناحيه التانية، وهكذا. رصيت الكميه وملحت الكميه زي ما انت شفتي بنفس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي. غلفتها كلها بالملح والشطه كويس جدا، وخلصت الكميه اللي موجوده معايا كلها. بعد كده بجيب حوالي فنجان من الزيت وبغطي السمك بالزيت بالشكل ده. الزيت هنا مادة حفظ للسمكية، بيحفظها من اي بكتيريا من اي عفن من اي ريحة. وقفلت الشنطة بتاعتي كده او الكيس كويس جدا، وبجيب بعد كده كيس بلاستيك واحطه على العلبة، واغطي بقى بالغطا بتاع العلبة واقفلها واكمرها كده كمرة كويسة جدا بحيث ما يدخلهاش اي هواء. بعد كده لو عندك استرتش غلفي بيه العلبة بالشكل دوت. لو ما عندكيش شنطتين 3 بتحطي العلبة فيهم وتربطي كده عليها بحيث ما يدخلهاش اي هوا خالص. وعلى رخامة المطبخ او على اي رف هتسيبيها بالظبط حوالي 5 ايام. وتعالوا نفتحها مع بعض ونشوف النتيجة عاملة ازاي بعد ما عدى عليها ال5 ايام. بفتح كده بقى وبشيل الاسترتش. نبدأ كده بسم الله. عايزه اقول لك كده البدايه مبشره جدا. الريحه ما شاء الله مفيش اي ريحه زفاره ولا اي ريحه ان انت بتخللي سمك خالص، الريحه كده حلوه قوي. وتعالوا كمان نشوف النتيجه من جوه عامله ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، لونه كده بيدل ان هو حاجه خطيره وفوق الخطيره كمان. شايفه ما شاء الله السمكيه مزلطه معاكي، ناشفه كده ماسكه نفسها مش مهريه. بتيجي تلينيها كده بتلين معاكي وطريه كمان، يعني زي الزبده من جوه بالظبط. هننضف كده ونفتح مع بعض واحده. طريقه تنظيفها سهله جدا، بتقطعي الراس بتطلع كده بالبطن اللي جواها كلها. شايفه بقى كده من جوه ما شاء الله السمكيه عامله ازاي، لونها احمر. عايزه اقولك والله العظيم كان الطعم بتاعه فوق الخطير وفوق الممتاز. بطلع بقى كده حته من السمكيه. السمكيه بتطلع معايا فصوص فصوص كده، مفيش حاجه مهريه وفي نفس الوقت مستويه وزي الزبده.
شايفة لون السمكية عامل ازاي؟ ما شاء الله. هتجربي طريقة التخليل دي وبألف ألف هنا وشفا على قلبك، هتعجبك قوي. تعالوا كمان نفضيها كده في بولة ونشوف مع بعض السمك كله عامل ازاي. يعني اللي تحت زي اللي فوق، كله زي بعضه. عايزه اقولك لون الزيت ده محمر ليه؟ من الشطه والبابريكا اللي احنا ضفناهم، بيخلوا لون السمكيه معاكي محمر وحلو قوي. شايفه السمك عامل ازاي؟ زي الفل، انضف واحلى من بتاع الشارع ب100 مره. طبعا طريقه تنظيفه زي ما وريتك سهله جدا. لو انت هتحتفظي بيه تنضفيه تنظيفه كويسه زي ما انت شايفه بالشكل دوت، وتحطيه في علبه بلاستيك وتغطيه بالزيت، وعلى التلاجة على طول تسحبي منه على الاكل كده على طول. لو انت مش هتنضفيه عايزه تحتفظي بيه وتشيليه زي ما هو كده، زي ما هو في البرطمان بتاعه، بتدخليه على التلاجة على طول على الرف اللي تحت خالص. التلاجة بتحفظهولك من اي بكتيريا واي عفن. نضفت بقى كده واحدتين 3 زي ما انت شايفه كده، ونزلت عليهم بشويه كده من الزيت، وعليهم عصرتين 3 كده من الليمون. وكلي بقى وبصي، ما اقدرش اقول لك، جنب طبق بطاطس محمره بقى كده وبألف هنا وشفا. شايفه ما شاء الله السمكيه مستويه وطريه زي الزبده بالظبط. لونها وطعمها وريحتها بجد خطيره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش وما تبخلوش على الفيديو بتعليق حلو منكم وبلايك جميل منكم. بجد شوية سردين يستاهلوا بقكم. بألف هنا وشفا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.